أعتقد أن الخامس من جويلية هو أحد المحطات التاريخية والتي تشكل أحد الأعياد الوطنية في تاريخ الجزائر، التي تستوقفنا لنستلهم منها الذكرى والعبرة، فتستوقفنا تضحيات آبائنا وأجدادنا الذين قدموا كما قال الرئيس الراحل هواري بومدين ضريبة الدم. هذا الاستلهام يشحذ فينا الهمم ويدفعنا أن نكون في مستوى التطلعات وفي مستوى المرحلة وفي مستوى تحدياتها ورهاناتها من خلال دفع ضريبة العرق. كما لا يفوتنا وأن الثورة الجزائرية كانت إحدى الثورات أو من أعظم الثورات التي عرفها التاريخ الحديث، كما أنها شكلت ثورة استلهم من خلالها جميع أحرار العالم، استلهموا من هذه التجربة، فكذلك نرجو أن تكون هذه الذكرى دافعا لإخواننا في غزة. فلا يفوتنا أن نقف أمام تضحياتهم الجسام وأن نحيي هذه التضحيات وأن ندعو الله عز وجل أن يعجل بفرجهم وأن يرفع عنهم هذا الغبن وهذا الجوع وهذه المعاناة. كما نفتخر بالموقف المشرف للجزائر في المحافل الدولية. أعتقد أن هذه المحطة هي محطة تجمعنا لنتجاوز اختلافاتنا ونشحذ هممنا ونشحذ عزائمنا وأن نمضي قدما من أجل جزائر أفضل أكثر رقي وازدهار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يوم وذكرى تاريخ استقلال الجزائر 5 جويلية 1962، ذكرى طيبة لنا للأجيال قبل أن تكون ذكرى مسجلة في التاريخ. فهذا اليوم يوم عظيم بالنسبة للشعب الجزائري، ويحضرني هنا دائما فيديو شبيت عليه سبحان الله، فيديو مصور في يوم الاستقلال في ساحة الشهداء أعتقد أو أحد شوارع العاصمة، لما خرج الشعب الجزائري نساء ورجالا وشباب وزغاريت تعلو وتهتف وهتافات بتحيا الجزائر تحيا الجزائر. فحيا الله الأحرار نساء ورجالا كانوا وشبابا وصغار. دائما نحن بصفتنا أساتذة الجامعة أننا ننقل هذه الرؤية وهذا النجاح وهذا الإنجاز اللي حققه أجدادنا إلى أجيالنا الحالية والأجيال اللاحقة إن شاء الله، أنهم يعيشوا في حرية وكرامة وعزة، وأنهم يؤمنوا بالجزائر، جزائر الحرية، جزائر الجديدة، جزائر الإنجازات العظيمة. فبهذه المناسبة أحيي الشباب، أحييهم وأقول لهم عيد استقلال مجيد، وعاشت الجزائر وتحيا الجزائر.